يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض المباراة القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وسيلتقي نادي الزمالك مع الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات يوم السبت القادم 25 فبراير في 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد رادس، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورت. ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يمتلك نقطة واحدة بعد جولتين بتعادل وخسارة في المركز الثالث متساويا مع المريخ السوداني بنفس رصيد النقاط والأهداف. بينما يتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط. واستقرت إدارة نادي الزمالك على سفر الفريق إلى تونس بطائرة خاصة لتجنب إرهاق الفريق. كما طلب مدافع الفريق محمود الونش من مسؤولي الزمالك السفر مع البعثة إلى تونس لمؤازرة ودعم الفريق في المباراة القادمة أمام الترجي التونسي. ويدخل نادي الزمالك المباراة ساعيا في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي، حيث أن الهزيمة في هذه المباراة ستصعب حظوظ الفريق في تحقيق التأهل.